صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال على عيون حبايبي الحلوين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا في الفيديو اللي فات. بجد تعليقاتكم مفرحاني جدا جدا. ربنا يا رب يسعدكم ويهنيكم. النهارده بقى حبيت اقدم لكم فيديو من العيار التقيل، فيديو الفرح المبدعه اللي على طول بنستفاد منها وبتفرح قلوبنا بطلتها. وكمان جبت لكم سر رئيسي من اسرار رشاقتها انتوا لاحظتوه دلوقتي، وهو خل التفاح يا جماعه. بجد اللهم بارك، تحفه تحفه جدا. الفيديو ده عندي بقاله فتره ومرضتش انزله غير لما اجربه على نفسي الاول. بجد خلي التفاح سبب رئيسي من اسباب الرشاقه والجمال. كل اللي عليكي لو انت عايزه تنزلي وزنك هتجيبي كوبايه ميه وتحطي عليها معلقه من خل التفاح ومعلقه من عسل النحل. بجد رائع رائع جدا، بيخلي البطن بيرجعها مسطحه ويقضيلك على اي دهون عنيده مش راضيه تنزل. بجد مشروب رائع جدا، بس التركه اللي فيه ان انت تشربيه بشاليمو بحيث ان هو ما يسيبش تاثير على اسنانك وناخد الافاده منه. نرجع بقى الفيديو النهارده مع فرح الجميله. هنلاقيها بدات يومها بروتين عنايه ليها، وده بيفرق جدا في نفسيه اي مراه ايا كانت. ان انت تقومي يومك كده تبدايه بحاجه ليكي انت، بتساعدك بعد كده انك تكملي اليوم في نشاط وفي جمال. بعد كده بدأت تلملم الغسيل اللي عايز يتغسل، حطيته في الغسالة ورجعت تاني على غرفة النوم. أهم حاجة التهوية، فتحت الشبابيك بتاعتها وبدأت تنظف الأوضة وتلمع كل حاجة وترجعها زي ما كانت. مهتمية جدا بتفاصيلها، بديكوراتها، بألوانها، بكل حاجة فيها. بعد كده دخلت على الكوفي كورنر، بدأت تلم كل حاجة فيه وتلمعه وتنضفه وتخليه زي الفل بالملمعات بقى والمنظفات بتاعتها والروائح الجميلة. وبدأت ترص كل حاجة في المكان المخصص ليها. ولو لاحظنا في ديكوراتها وفي ترتيباتها انها بتعتمد على لون او اتنين بالكتير، بحيث انها تدي بهجة وفي نفس الوقت تدي راحة للعين، ما يبقاش فيه كذا لون في المكان فيدي بهرجة وما يديش الشياكة والأناقة اللي بتبقى موجودة في ستايلات فرح بالذات. بجد فيديوهاتها بتدي قمة في الراحة وقمة في الرقي والجمال. من الفيديوهات اللي بحبها جدا هي فيديوهات فرح، بجد مبدعة اللهم بارك عليها. بدأت بقى ترص كل حاجة مكانها في الكوفي كورنر، سواء العسل، سواء المجات، المعالق، أي حاجة محتاجة إن هي تتزود أو تتضاف بدأت تحطها. وبعد كده بتلمع الرخامة بتاعتها عشان تتلاشى أي فضلات وقعت منها أثناء التعبئة، وترجع الرخامة بتاعتها بتلمع زي الأول. وطبعا الشموع بتدي بهجة للمكان، بتبدأ تنور الشموع وتمسح الأرضيات وتسيب المكان ما شاء الله اللهم بارك بيلمع أكتر من الأول. بجد اللهم بارك، المكان تحفة جدا. اعتمادها على اللونين بس بيخلي فيه هدوء وراحة وجمال في المكان. بعد كده دخلت على غرفة الغسيل، بدأت تشيل كل الأرضيات عشان تبدأ تعمل روتين عناية جميل فيها. هتبدأ بعد كده تلمع الرخامة، تحط الإضاءة بتاعتها، أي حاجة هي حطها في منظمات بتبدأ تشيلها من المنظمات وتاخد المنظمات تغسلها مرة تانية بحيث ان هي تفضل جديدة زي الأول. وهتسيبها تتصفى بحيث انها تتخلص من اي ميه، ودي خطوه مهمه جدا بتغفل عنها نساء كتير، ان هي تصفيه الحاجه بعد ما تتغسل كويس. عشان تفضلي محافظه على الحاجه وجمالها ورونقها لازم تصفيها كويس وتنشفيها. بعد كده دخلت هي بقى على المكان المخصص للمنظفات اللي تحت الحوض، بدأت ترص كل حاجة، أي حاجة بقى في المكان في غرفة الغسيل عايزة تترص بدأت ترصها، سواء كان مسحوق، سواء كان معطرات، سواء كان مناديل. كل الأماكن اللي محتاجة أنها تترص بدأت تعيد عليها مرة تانية. بعد كده تيجي خطوة الديكورات، حتى غرفة الغسيل ما سلمتش منها. تبدأ تاخد الفوط وتطبقها التطبيقة الجميلة قوي دي وترصها بشكل جمالي. ده طبعا بجانب الورود والمنظمات بيدي شكل جمالي جدا. وبعد كده بتبدأ تلمع الأرضيات وتفرش، وتبدأ تطلع الغسيل من المجفف تطبقه على طول بحيث انها ما تسيبش اي حاجة وراها. بعد كده هتخلص الأوضة كلها وتاخد الغسيل ترصه وتظهر الأوضة بالشكل الجميل قوي ده. بعد كده بقى هتروح على المطبخ يا جماعة، والنهاردة الروتين بتاعها هيكون مختلف تماما. ان شاء الله تستفادوا منه وتطلعوا منه بأفكار جديدة وجميلة. بس قبل ما نكمل الفيديو، لو وصلتي معايا لغاية هنا اوعي تكوني لسه ما اشتركتيش في القناة. اما لو مشتركة في القناة فما تنسيش اللايك الجميل والتعليق الحلو زيك، لان هو اللي بيشجعنا ان احنا نكمل. بعد كده هنكمل بقى معاها روتينها في المطبخ. بدأت أول حاجة إنها تفضي الرخامة بتاعتها من أي ديكورات أو أي منظمات هي حطاها عليها، خدتها كلها وغسلتها.
بعد كده جابت كرتونة وكتبت عليها ان هي هتطلع فيها اي حاجة هي هتشيلها او اي حاجة مش عايزاها، وبدأت ترص كل حاجة، نزلت كل حاجة، بدأت تلمعها وتغسلها من جديد وتمسح مكانها وبدأت ترصها مرة تانية. طبعا هي هنا بتعمل روتين عميق جدا لمطبخها، سواء التنظيف هيكون داخلي او خارجي، مش هتسيب اي حاجة في مكانها وتسيبها على حالها، لا هتطلع كل حاجة وتنظف تحتيها وتكنس تحتيها وتلمع، بحيث ان المطبخ بتاعها يكون زي الفل ويظهر بالشكل الجميل الانيق المرتب اللي بنشوفه على طول. طبعا مع شغلنا في المطبخ اي ست بيت او اي مرأة، سواء كانت عاملة سواء كانت ربة منزل، مع شغل البيت الكتير بيجي عليكي وقت او عامة بتبدأي تحطي ممكن حاجة مش في مكانها، او لو حطيها في مكانها مش بتبقى منظمة زي الرص اللي انتي رصاه من البداية. فطبعا محتاجة ان انتي كل فترة تعيدي رص وتعيدي اعادة تأهيل للمطبخ بتاعك مرة تانية. اما بقى المسح والتنظيف تحت الحاجة فده كل فترة مثلا بنعملوه، بحيث ان المكان يفضل نظيف وبيلمع زي الاول. وبعد ما خلصت كل ده خدت الادوات اللي بتحتاجها في تنظيف الحوض عشان ترجعه نظيف وبيلمع وتفضل محافظة عليه زي الاول. وطبعا لازم يا جماعة لو احنا بنستخدم منظفات ايا كان نوع المنظفات اللي نستخدمها، لازم نلبس في ايدينا جوانتي بحيث انه ما يأثرش على جلدنا. بعد كده اهم بقى من خطوة التنظيف التنشيف. بعد ما غسلته بدأت تنشفه كويس جدا عشان تفضل محافظة على لمعته. ولو لاحظنا في الفيديو ده ان الاطار بتاع الحوض بتاعها ذهبي، فحطيت له منظف خاص بيه عشان يفضل بلمعته ويفضل جديد بيلمع زي الاول. بعد كده بدأت تحط بقى المنظفات اللي ناقصة او عايزة تعبيها، بدأت تحطها مرة تانية. بعد كده عملت مشروب ليها بحيث انها تريح شوية نتيجة المجهود اللي عملته. وده طبعا نصيحتي لكل مرة، ما تخليش مجهودك كله ورا بعض، ما تجهديش نفسك في شغل البيت وتحسي ان انتي منهكة وتعبانة وان انتي ضيعت وقت كبير، فتيجي اخر اليوم مش قادرة وهلكانة او تخلصي وانتي مش قادرة. لا، حاولي تفصلي شوية، لقيتي نفسك تعبتي مش لازم تكملي دلوقتي، لا ممكن تقعدي شوية وبعدين تكملي مرة تانية، سواء في اليوم او يوم تاني. المهم ان انتي جسمانيا ونفسيا تبقي مستعدة للحاجة اللي انتي بتعمليها. بعد كده بدأت تفرش الارضيات وتلمع الديكورات بتاعتها، وبدأت تغير طبعا في الديكورات وتملى الحاجات اللي عايزة تتملى وترجعها زي الاول. ولو لاحظنا في خطوة فرش السجاد انها بتستخدم حاجة شبيهة للدبل فيس، بحيث ان الاطراف بتكون متنية، فهي بتحط مادة تحت اللي هي الدبل فيس مثلا وبتلزقها في السيراميك، فبالتالي بتفضل ثابتة في مكانها وبتديها شكل جمالي. بعد كده هتاخد الكاتل بتاعها عشان تنضفه، بتملاه ميه وتحط عليه خل وبتحطه في الكهرباء عادي، وبعد كده بتشطفه كويس من الميه والخل اللي كانوا فيه وبيرجع بيلمع زي الاول. وتيجي الخطوه الحاسمه اللي هي بدأت ترص الفوط وتسيب المطبخ بيلمع وبتسيبه بالشكل الجميل الانيق المنظم اللي قدامنا ده. بعد كده هتنتقل لخطوه تانية. الخطوة اللي وراها هي هتكون خطوة السفرة، هتبدأ تعمل ديكور مختلف. هي النهاردة عندها عزومة، فهتبدأ تجهز السفرة وتظهرها بالشكل الجميل اللي هيبان في الفيديو ده. اولا السفرة بتاعتها من النوع اللي بتكبر وتصغر، فهتكبرها عشان تكون جاهزة لاستقبال الضيوف. وبعد كده هتجيب كاسات او كوبايات وتبدأ تحط فيهم ورود طبيعية وشموع. اللهم بارك، الستايل النهاردة هيكون مختلف وتحفة جدا، بس ميزته ان سهل اي مرأة تعمله. لو عندك الورود سهل انك تعمليه. بعد كده هتنتقل لخطوة المشروبات، هتروح تجهز بقى المشروبات اللي هتحتاجها في اليوم، بحيث ان كل حاجة تكون جاهزة. مش لازم بقى والضيوف عندنا نبدأ نقوم ونقعد والحاجات دي، لا هي هتجهز كل حاجة. وده نستفاده فعلا من فيديو النهاردة. لو عندك عزومة او عندك اي حاجة او حتى مناسبة، حاولي تجهزي كل حاجة انت هتحتاجيها والضيوف موجودة، بحيث ان حاجتك تكون جاهزة، فما تضطريش انك تقومي كل شوية وتقعدي، لا حاجتك تكون جاهزة وتبقي مستعدة وعلى كامل استعدادك. فلما تبقي قاعدة مع الضيوف هتستمتعي معاهم، وفي نفس الوقت مفيش اي تعب او ارهاق او توتر ان انا عايزة الحق اعمل حاجة، طب اجيب ايه للضيوف. لا، انا مجهزة كل حاجة ومظبطاها ومجهزاها قبل الضيوف ما يجوا. بعد كده بقى هتروح للسفرة الكبيرة بتاعتها، مكان غرفة مخصصة لاستقبال الضيوف. هتبدأ ترص كل حاجة عايزة تترص.
احنا طبعا بنشوف فيديوهات فرح وجمالها وشياكتها واناقتها والستايلات والديكورات اللي بتستخدمها. طبعا كل ده بيحتاج ديكورات مختلفة واكسسوارات مختلفة، فهي طبعا لازم تكون مهتم بالحاجات دي، سواء كان مفارش، سواء اطباق، سواء معالق، سواء اكسسوارات، سواء مناديل. كل ده لازم تهتم بيه وترصه الرص اللي يليق بيه، بحيث ان تفضل محافظة عليه اطول فترة ممكنة. طبعا بعد ما رصت كل ده هتبدأ تلمع وتظبط الترابيزة والكراسي والأرضية بتاعتها، تكنسها كويس وبعد كده ترصها. بعد كده هتخش على الليفينج روم، تبدأ تلمع كل المرايات وتلمع سواء كان في ازاز في المكان او ترابيزات، هتبدأ تلمعها كويس. وبعد كده هتلمع المفروشات او تنظف المفروشات باي تكنيك انت بتستخدميه استخدميه. المهم ان كل حاجة في المكان تكون بتلمع وجميلة زي ما احنا شايفين في الفيديو. وبعد كده هتاخد الاكسسوارات تنظمها. لو لاحظنا في الفيديو ان اكتر الاكسسوارات اللي بتستخدمها هو جولد مع اوفايت، بيدي فخامة وجمال. وطبعا الشموع سيدة الموقف في اكتر الفيديوهات، او الستايلات اصلا اللي طالعة اكترها بتعتمد على الشموع، فدي حاجة جميلة جدا انها بقت في متناول الجميع وفي نفس الوقت نقدر نعملها. لو انت بقى عندك شموع وما عندكيش الديكورات بتاعت الشموع المختلفة، فان شاء الله الفترة الجاية هنحاول انزل لكم فيديوهات شورتس كتير عن الشموع واستخدامها، وازاي ان انت تلونيها، وازاي تحطي عليها الزيوت العطرية، بحيث ان هي تدي شكل وفخامة وجمال للمكان. بس كده خلصت الليفينج روم وظهر بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هتنتقل للغرفة التانية، والمرة دي هيكون بمساعدة زوجها. اول حاجة هتفرش السجادة وتنظفها، وبعد كده تحط الركنة بتاعتها وتبدأ تنظمها وتضيف عليها الديكورات واللمسات بتاعتها. والستايل في الغرفة دي هيكون بسيط جدا، هتعتمد على حاجات بسيطة سواء في الديكور سواء في الترتيب زي ما هنشوف في فيديو النهاردة. بس حابة اجاوب على سؤال واحنا بنشوف في الفيديو دلوقتي. كان احد المتابعين سألني عن تغيير اللبس، ان هما طول الفيديو بيفضلوا يغيروا ملابس كتير، وليه كل ده وايه لازمة البهرجة دي. فحابة للأمانة ان انا اجاوب على السؤال ده. الفيديو اللي انا بقدمه لكم يا جماعة بيكون عبارة عن تجميع الفيديوهات، سواء المرأة، سواء فرح، او سواء المرأة الاجنبية او الجزائرية او التركية اللي قدمتهم، كلهم بيكونوا مقدمين مقتطفات او اجزاء مبسطة للفيديوهات، بحيث ان تكون المعلومة بسيطة وسريعة. والفيديو ده بيكون فيه مثلا موسيقى او اي حاجة شغالة. انا دوري ان انا بجمع فيديو، اجمع الحاجات المفيدة اللي انا شايفاها انها ممكن تفيد المشاهد وتضيف له ولو اي حاجة بسيطة، معلومة بسيطة يطلع منها. فبجمع مجموعة من الفيديوهات لمرأة واحدة وبعرضها لحضراتكم بتكنيك معين، بحيث ان اقدر اقدم اي استفادة من الفيديو، وده هدفي من الفيديوهات الاساسي. فطبعا مش بعتمد على اللبس او طريقة اللبس، انا كل اللي بعتمد عليه ان لو كان في لبس خارج ببدأ ان انا احذف الفيديو او اشيل الفيديو، لانه بصراحة بيتنافى مع المبادئ اللي انا حطاها لقناتي. فمش حابة ان انا اعرض سواء لبس خارج او لبس بطريقة مش كويسة يعني. لكن تغيير الملابس اثناء الفيديو ده بيكون ناتج عن تجميعة الفيديوهات او تجميعة المقاطع ان انا بجمعها لكم. ارجو الفكرة دي تكون وضحت كويس، بحيث ان احنا ما نظنش في الناس ظن تاني يعني، واكون جاوبتكم بمنتهى الامانة. نرجع للفيديو مرة تانية بقى. دخلت بعد كده على حمام الضيوف، بدأت تلمع المرايات وتلمع الأحواض وترص كل الديكورات، وكل حاجة عايزة تترص بدأت ترجعها زي الأول. بعد كده هتبدأ ترص المناديل، سواء برفانات بتحتاجها في المكان ده، ديكورات مختلفة، اي حاجة بتظهر المكان بشكل جمالي بتحطها. وطبعا الاعتماد الاساسي بيكون على الورود والحركة المعتادة في المناديل اللي بقت بنلاقيها في اكتر الفيديوهات بدأت تعملها، اللي هي نقطة مية بس بتثبت المناديل بيها. وكده ظهر الحمام هو صغير وجميل وأنيق، بس ظهر بشكل جمالي جدا بسبب تناسق الألوان. بعد كده يا جماعة هتبدأ تطلع لبره، هتبدأ تنظف المكان اللي بره اللي هم القعدة اللي بيقعدوا فيها، تشيل السجاد، تشيل الشمسية، هتشيل الكراسي، تشيل الزرع، هتنظف كل حاجة وتخليها بتلمع. طبعا المكان ده اكتر مكان بيكون فيه أتربة، وده ناتج لانه مفتوح،
فهتبدأ تشيل كل الكراسي وتلمعها كويس، وتشيل الأرضيات وتلمعها وترجع كل حاجة زي ما كانت. وطبعا هنلاقي زوجها اللهم بارك بيساعدها في المكان ده. وده تقريبا مش عارفة شواية ولا موقد نار، يعني أنا يعني هو أهم حاجة إن هو بيعملوه سواء شكل جمالي أو بيشوا عليه أنا معرفش، ولكن يعني على ما أظن إن هو للتدفئة. وبعد كده تحط الزهور الطبيعية بتاعتها وتبدأ تسقيها وتخليها بالشكل الجميل قوي ده. اللهم بارك، المكان طلع شيك وأنيق وشكله تحفة جدا. تقريبا فيديو فرح بيبقى كله برعاية كلمة تحفة جدا. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يبارك لها في بيتها ويبارك لهم في عيشتهم يا رب. اهم حاجة ان احنا ناخد معلومات ونبدأ نطبقها، ولكن نقول اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله. بعد كده هتطلع بقى لدخلة البيت زي ما احنا شايفين، هتبدأ تلمع حتى السجادة بتاعت ويلكم هتلمعها، تحط ديكور مختلف على باب الشقة، ديكور دي اي واي، وان شاء الله برضو نعمل الديكورات دي مع بعض. بس كده كده هنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، اتمنى تكونوا اطلعتوا بيه بأي استفادة ولو صغيرة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. ما تنسيش لو انت مش مشتركة تنزلي تشتركي في القناة، ولو وصلتي معايا لغاية هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، وما تنسيش تسيبي لي تعليق حلو زيك. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.